عسلامة، مرحبا بكم. نحب نتكلم في البودكاست هذايا على حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 اللي باش يكون نهار 26 جويلية صيفة المقبلة. حفل الافتتاح باش يكون في غير الفضاءات الكلاسيكية المعروفة، هي الفضاءات المغلقة في حفلات الافتتاح في ملاعب أولمبية عموما. لكن المرة هذه باريس واللجنة المنظمة لألعاب باريس رأت أنها من الأفضل أنها تخرج من التفكير داخل يقولوا في داخل انبوكس، معناها الخروج اوت اوف بوكس، ويعطيوا أفكار جديدة، منها تنظيم حفل الافتتاح في فضاء مفتوح في نهر السين. اختاروا أنه رمزية نهر السين تنجم تكون فكرة أصلية، معناها اون ايدي اوريجينال باش تعطي رونق للألعاب هذه. الألعاب باريس النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الحديثة منذ انطلاقها في 1896 مع البارون الفرنسي بيير دو كوبرتان اللي يعتبر الأب الروحي للألعاب الأولمبية. قلت إذن على امتداد 6 كيلومتر باش تكون الحفل هذايا من بون أوسترليتز إلى بون دلينا 6 كيلومتر تقريبا باش تكون الديفيلي هذايا، وصولا الى امام تروكاديرو غادي وين تكون البروتوكول النهائي او اخر فقرات حفل الافتتاح والعروض الفنيه اللي باش تكون في الحفل هذايا. باش يحضروا الحفل الافتتاح حوالي 326 ألف مشاهد سور دو كي. الكي العلوي باش يكون مجاني، والكي السفلي باش يكون بمقابل. تحدثت اللجنة المنظمة على 600 ألف مشاهد خلال ال6 كيلومترات هذه لحفل الافتتاح، لكن طبعا لضغوطات أمنية وحساسية المسألة الأمنية نزلوا في عدد الحضور والمشاهدين لحفل الافتتاح إلى 326 ألف مشاهد، 160 زورق أو قارب باش يأمن تنقل الرياضيين خلال المسافة هذه وطابور الاستعراض لحفل الافتتاح. 80 شاشة عملاقة باش تكون موجودة لمشاهدة فقرات الحفل الافتتاح، ومليار مشاهد عن طريق البث التلفزيوني في كل أرجاء العالم. هذا هو إذن أهم النقاط اللي موجودة في حفل الافتتاح، ولنا عودة إذا جات معناها أخبار جديدة في خصوص حفل الافتتاح والفقرات. إلى اللقاء.